يا مساء الفل والياسمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبه لكم مفاجأة وأكلة حلوة قوي كلنا بنحبها. زي ما انتم شايفين أنا حاطة السمك في الفازة، لأن بصراحة ما عنديش شفشق طويل، فدايما بحطه كده بعد ما بشطفه كويس من بره يصفي المية اللي فيه زي ما انتم شايفين. وببتدي بقى أملحه عشان يتحضر للتمليح. فبجيب صينية وبتكون ناشفة ما تكونش مبلولة. اهم حاجة واهم تركة في الموضوع ده انك لما تعملي الفسيخ ما يكونش مبلول ولا يكون محطوط في حاجة مبلولة، لان لو مبلول عامل زي المشي كده بيبوظ وبيعفن، ما بيكونش كويس. يعني زي ما انتم شايفين من فوق هو اوريدي جاف، لان انا يعني حطاه في الفازه كده ليه اكتر من 3-4 ساعات، نزل كل الميه اللي فيه. والحته اللي هي من عند الراس ديت، التلت اللي من عند الراس ده هو دلوقتي اللي هبدا انشفه بمناديل المطبخ. والسمك الفسيخ يا جماعه ما هواش سمك معفن، ده سمك فرمنتد، او اللي هو يعني زي الحاجه المخلله كده، زي طريقه يعني هي يمكن احنا واخدينها من القدماء المصريين في طريقة التحنيط وكده. فيعني انا مش هخوض في الشرح كتير، الناس اللي بتحبه طبعا مهما كان هي يعني بتعشقه زي كده. فزي ما انتم شايفين انا بنشف راس السمكة كويس قوي، ما تخليش فيها مية خالص، تخليها ناشفة جدا. تحاولي على قد ما تقدري ما تخليش زي ما قلت مية خالص خالص خالص، حتى المكان اللي هتحطيها عليها تحطي عليها السمكة تكون ناشفة. بس يعني مش عارفة بصراحة، بيني وبينكم انا شاكة في السمك دوت ما يكونش اللي هو البوري بتاعنا في مصر، بس انا شفت القشرة الفضي دي والظهر دوت حسيت ان هو بوري، بس مش عارفة، انا حاسة بقه عريض شوية عن البوري بتاعنا في مصر. فالمهم يعني انا جبته قبل كده، انا كنت جبت يعني السمك ده وملحته وكان كويس، فالمرة دي جبت كمية بقى. زي ما انتم شايفين دوت ملح وكركم. بتحطي حوالي 4 معالق كبيرة ملح ومعلقة كركم وبتقلبيها. هنا انا بصراحة مضاعفة الكمية لان انا هعمل 3 سمكات كبار، فبتقلبيه زي ما انت شايفة كده. واهم حاجة في الموضوع انك بتحشي الخياشيم بتاعة السمكة كويس جدا، هي دي التركة التانية. يعني اول حاجة خلينا مع بعض كده فاهمين المواضيع ماشية ازاي. اول حاجة تكوني منشفة السمكة حلو، والمكان اللي عليه السمكة برضو يكون ناشف، ما يكونش فيه رطوبة ولا مية ولا اي حاجة. تاني حاجة هي حشو الخياشيم كويس جدا بالملح والكركم لحد ما يعني تتكبس ملح وكركم. وبعدين بتحطي كمية بسيطة بقى على جسمها، هي اصلا مش هيمسك فيها الملح لانها ناشفة، بس مجرد الكركم بيديها لون، لكن في الحقيقة لما بقلبها الملح بيقع من عليه. وبرضو بنفتح البق بتاع السمكة وبنحشيه ملح وكركم. وبس كده كده انت عملت الفسيخ. لا، في كمان خطوة تانية مهمة هنشوفها مع بعض دلوقتي بعد شوية، تابع معايا. دلوقتي احنا عملنا اول واحدة اهي وحشيناها خياشيم وفي البق كويس جدا. وبعد كده ببتدي بقى اعمل اللي بعدها، هما 3 كانوا، فهعمل التانية والتالتة بنفس الطريقة. وهنشوف بقى التركة كمان التالتة، وهي ازاي تحفظيه علشان برضو ما يبوظش منك ولا يعفن. فزي ما احنا شايفين مع بعض اهو، هعمل السمكة التانية بنفس الطريقة، بتتنشف كويس ونتأكد ان مفيش مية على الصينية ولا في السمكة من عند بقها، مطرح ما كنت انا حطاهم هما ال3 على بوزهم في الفازة. وطبعا انا بعد كده يعني بغسل الفازة بتاعتي كويس جدا وبعطرها، وبعد كده بحط فيها مية وورد عادي مفيش مشاكل. فيعني الامكانيات اللي موجودة بحاول استغلها على قد ما اقدر.
وادي هو زي ما انتم شايفين بفضل انشف فيها كويس جدا لحد ما تبقى ناشفة خالص، لو لمستيها بايدك ما تتبلش. وبرضو بنحشي الخياشيم والبق كويس جدا بالملح والكركم. الكركم هو اللي بيديها اللون الاصفر شوية لما بتتفتح بقى وتستوي وتيجي بقى تنضفيها وتفتحي البطن وكده. طبعا زي ما انتم شايفين الفسيخ لما بتعمل السمك مش متنضف، بطنه مش متنضفة، هو بتبقى السمكية مقفولة، وبتحطي الملح كويس جدا في الخياشيم وفي البق. وبعدين لما بقى بيستوي الملح الفسيخ اسفة، لما بيستوي الفسيخ بقى وتفتحي عليه، ساعتها بتفتحي البطن وبتنضفيها وبتبتدي بقى ايه تحطي لها بقى الزيت والطحينة والبصل الاخضر جنبها والكلام ده كله. فزي ما احنا شايفين اهو بنكمل. ادي التانية كمان خلصت. وهو السمك بصراحة يعني البوري عشان هو كبير شوية ممكن ياخد بتاع 15 يوم، وبالنسبة ان احنا في الحر دوت يعني ممكن يكون اقل 12 يوم ولا حاجة. بس احتياطا يعني انا بحب اسيبه فترة اطول على اساس انه يستوي كويس، ما يبقاش في حاجة مش مستوية. فلما بتعمليهم كده وبتحشيهم بالملح وتلفيهم، بتحطيهم ممكن تحطيهم في نفس الصينية اللي انا بستعملها ديت عشان لو نزل منهم مية، او لو عندك مثلا علبة بلاستيك كبيرة بتحطيهم فيها وتغطيها علشان تضمني ان مفيش حاجة. لو انت مثلا هتخزنيه في دولاب مطبخك ما يكونش في حاجة تسرب مية وهو في اثناء عملية التخمير، فما يعملكيش بقى المطبخ يوسخولك كده. او بالنسبة ان احنا في الحر تلفيه لفة كويسة وتحطيه في البلكونة بتاعتك وتاخدي بالك منه. يعني يمكن اقولك يمكن اسبوع مثلا او 10 ايام وهتبتدي تحسي ان ريحته بدأت تطلع، فتقلبيه بقى على الناحية التانية. يعني لو انت حطاه على جنب بتقلبيه على الجنب التاني. هنا زي ما انتم شايفين اهو كمية الملح خلصت، هنحط كمية تانية ونزود علشان يبقوا زي بعض التلاتة. اهو زي ما انتم شايفين حطينا تاني معلقتين ملح ومعلقة كركم. نزود نكمل حشوة الخياشيم بتاعت السمكة والبق بتاعها كويس جدا جدا. وده السر في التخمير بتاع السمك وعمايل الفسيخ. وبعد كده بتستمتعي بقى بشكله ولونه والطراوة بتاعته لما بيستوي، والكركم بيدي اللحمة بتاعته كده لون اصفر جميل، رغم انك انتي بس حطاه في الراس يعني، بس سبحان الله لما بيتفتح ويتنضف بيكون لونه كده مدي على صفار وحلو. يعني انا بصراحة بحب الفسيخ وبحب يعني اعمله في البيت لانه بيكون مضمون ونضيف. فدلوقتي كده احنا ال3 سمكات يعني يعتبروا جاهزين معانا زي ما احنا شايفين. 3 سمكات دول علشان كبار شوية عملوا تقريبا 2 كيلو ونص. بس لو انت عايزة تبدأي بحاجة بسيطة وتبدأي بنص كيلو مثلا او كيلو، تجيبي سمكية او سمكتين صغيرين يكون وزن اقل تجربي فيهم وتشوفي لو نجحتي تبقي بعد كده تعملي كميات اكبر. انا بالنسبة لي دي مش اول مرة بعمل فيها الفسيخ، ووالدتي ربنا يديها الصحة هي بصراحة اللي شجعتني ان اعمله. كنت الاول بخاف انه يبوظ مني او يعفن او كده. دلوقتي هنا بقى مع التركية التالتة، وهي دي برضو اهم حاجة. الكيس اهم حاجة يا جماعة، زي ما قلت لكم تكون كل حاجة ناشفة، مفيش حاجة فيها نقطة مية. وانتي بقى بتلفي تخرجي الهواء خالص، شايفة، تضغطي عليها وتحاولي تمشي الهواء منها
وانت بتلفيها في الكيس. انا بفضل الكيس اللي هي البيضة السادة دي، ما يكونش فيها الوان، على اساس ما فيش حاجة تعمل صبغة على السمك. فبتلفيها كويس وتفضي منها الهواء زي ما شايفين كده، بتضغطيها كده وانت بتلفيها. وبعدين علشان تبقى مكمورة كويس بلفها كمان بالسولوتيب، وبرجع الفها في كيسين تانيين عشان اضمن ان هي ما يدخلهاش الهواء وتتخمر كويس. فبعمل كده برضو في الثلاث سمكات زي ما انتوا شايفين. بنلفها كويس بالسولوتيب عشان خاطر نضمن ان الكيس ما يريحش ويفك بقى ويرجع يدخل فيه الهواء والدنيا تبوظ معانا. فبنحاول على قد ما نقدر نضغط ونفضي الهواء منها ونلف ونربط زي طريقة الموميا كده. وبالطريقة دي بتضمني ان هي تفضل مكمورة في الكيس. والحرارة مع الملح مع الكركم بيبتدي بقى التفاعلات والتخمير، ويطلع لك بقى احلى واطرى فسيخ تاكليه من ايديكي ونضيف وضمناه، وما فيهوش اي مواد حافظة ولا اي كيماويات تسرع التخمير بتاعه ولا اي حاجة. وزي ما قلتلك بتحطيه بقى يا اما في الصينية زي كده، علشان خاطر لو نزلت منه مية بعد التخمير ما تخرش عندك على في جوه الدولاب المطبخ وتعمل لك ريحة وكده. او حتى لو هتحطيه في البلكونة بتاعتك برضو، يبقى المكان اللي هتحطيه فيه لو خر منه مية بتقدري تغيري الصينية وتنضفيها وتنشفيها وتحطيها تاني، او تبدلي يعني على صينية تانية. وبتاخد طريقة التخمير زي ما قلت تقريبا 15 يوم. بس انا كل ما يعني كل ما بالوقت بيعدي عليه بيكون احسن، لانه بيكون ضمنت ان هو استوى كويس. فاول 10 ايام او اول اسبوع بتروحي تضغطي عليه كده، لو لقيتيه طري شوية بتقلبيه على الناحية التانية. لو حسيتيه ابتدى ينزل مية وريحته ابتدت تطلع او ابتدى يطرى كأنه كده السمك استوى، بتقلبيه على الناحية التانية وتسيبيه كمان 10 ايام. وزي ما انتوا شايفين انا بلف في كذا كيس اهو، بضغط كويس جامد وبخرج الهواء عشان اتأكد انه ما يدخلهوش هواء يبوظ كل الشغل اللي احنا عملناه. وبكده يعني بكون عملت الفسيخ بتاعي، ما اخدش معايا نص ساعة وما فيش فيه غلبة ولا اي مشاكل. وان شاء الله يا رب الطريقة دي تكون يعني عجبتكم ويكون يعني حد استفاد منها. ولو انتوا برضو عندكم طريقة تانية او اضافة تحبوا تضيفوها، انا برحب جدا بكل التعليقات اللي بتجيلي وبرد عليها. وحتى لو في انتقاد انا بتقبله، لو انتقاد كويس وبتعلم منه، مفيش ابدا مشاكل، احنا بنتعلم من تجارب بعض. وفي حاجة كمان اخيرة انا حابة اضيفها، وهي اني بعد ما بلف الثلاث سمكات واسيبهم في الصينية برجع اغطيهم بالكلينج فيلم كمان عشان اضمن ان هم يبقوا متغطين كويس. وخلاص زي ما قلنا بقى بنسيبهم براحتهم بقى 10 ايام، وبعدين نبقى نفتح ونقلبهم. وبعد 10 ايام تانيين بيكون كده تمام. نتأكد نضغط على السمكة نتأكد ان هي طرية، كأن احنا كده قليناها او طلعناها من الفرن، فبيكون كده خلاص السمك استوى. وهعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله لما السمك ده يستوي ونشوف هنفتحه وننضفه ازاي وطريقة التقديم بتاعته. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو، وجربوا قولوا لي في التعليقات. وزي ما احنا شايفين اهوت خلصنا مع بعض الثلاث سمكات زي بعض. بس في حاجة حصلت بقى في السمكة التانية ديت، وهي انه بعد ما حطيت السمكة في الكيس وانا بلفها كده حسيت ان الكيس مبلول، فبسرعة رحت مطلعه السمكة وحطها في كيس تاني، علشان طبعا زي ما اتفقنا اي مية او اي هواء يدخل جوه الفسيخ بتاعنا هيبوظ الدنيا ويبقى كأننا ما عملناش حاجة.
لفتها زي ما انتوا شايفين، وتأكدت ان هي الهواء طلع منها. ولفيت كمان السمكة التالتة. وكمان هختم بقى بان انا هنضف الصينية كويس، وهنلفهم برضو بالكلين فيلم او اللي هو الستريتش او البلاستيك الشفاف ده، معرفش بقى، شوفوا انتوا بتحبوا تسموه ايه، بحيث ان هو برضو يكمر الفسيخ بتاعنا ويستوي كويس. واحنا في الحر دوت اعتقد يعني ان شاء الله مش هياخد معاكم وقت. جربي بسمكة واحدة وشوفي لو ظبطت معاكي تقدري تعملي كمية حاجة نظيفة في البيت وعمايل ايديكي، وهتتبسطي منها جدا وهتبقي ضمناها وما فيهاش اي مشاكل. فأتمنى أن تكون الطريقة عجبتكم وتجربوها وتقولولي نجحت معاكم ولا لأ. وبشكركم جدا للمتابعة ولكل حد بيقول لي رأيه وبيتواصل معايا. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو تاني قريبا، والسلام عليكم.